هذا يقول ولد شاب جميل ووسيم أنيق ورشيق إلى جماله، الله مان عليه بجمال، جمال طبيعي من الله سبحانه وتعالى. أبوه شيخ عشيرة وما محتاج أي شيء. يوم من الأيام يتذكر أحد أصدقائه بسلف ثاني، بسلف آخر، فيقول باكر الصبح أركب واروح ازورنا. الصبح يصير يقعد يصلي ويتريق ويشد السرج على المهرة ويشد سيفه على حزامه ويتوكل على الله. غارت مهرته ووصلت للسلف الآخر، ولد حسن الوجه، جميل جدا، راقي، كل شيء حلو، زيه، شكله، كشخته، سوالفه، كل شيء حلو، معدل من الله وبن شيخ. ما طول عليكم السالفة ووصل للسلف. طبيعة الحال من اجل السلف قال خل امر بالسوق واخذ لي شي وياي لصاحبي، لا اروح انيدي خاليه وهاي من شيم العرب. طب بالسوق، والوادم اهل السوق ظلت تحايل له بقولتنا، ظلت مورشه عليه، ياهو هذا الولد، شنو هذا الجمال، هذا الولد ابن من يا سلف جاي. وتشوف صارت همهمه بالسوق. بنت الشيخ مال هذا السلف ذاك اليوم جايه طالعه ويا صديقاتها تتسوق للبير، هي هم جميله وحلوه ورشيقه وانيقه وبتشيخ، والناس اهل المنطقه واهل السلف يعرفونها هاي فلانه. من مر عليها الولد هذا الحلو صبيح الوجه، من مر عليها احساب خمط قلبها، حبته، لكن هي عفيفه وبنت شيوخ، والله شلون تطيح بيه وشلون توجهه اللي هي تريده وما تعرفه اساسا. قالت لصاحبتها وصديقاتها، قالت لهن انتن بس ايدلي انا راح اصيحن وانتن قولن اي صدق، قولن اي صدق صار. قال لها ما يخالف. الولد خذ دربه وتعدى، وهي من مر عليها صاحت تلحقوا لي هذا الولد حكى علي. ايبا شلون هاي بنت شيخ عشيره وسلفهم كله وعمامها وسوقهم وسلفهم، ويجي واحد غريب من غير سلف ويعاين لها ويصيح عليها ويحكي عليها، شلون هاي ما صايره. ياهو الحكي عليك هذا الخيال هو هم من سمع همهمه غارب مهرته وطلع من السوق، راح ايده خاليه وقبل طاح عدمن، طاح عد صديقه، لكن ما سولف له بالسالفه. طب عليه وقعد وشرب شاي وبات عنده. الحاصل انا شوي بدي اختصر السالفه لين قعده وش عجب مريت علي وش ذكرك بي وهاي الفتره وين، هاي كلها انا عفتها. الوادم صيحه صارت بالسوق، وهاي خذوا البنيه ومشويا للمضيف. الشيخ قال للربعه اللي قاعدين وياه بالديوان، قال لهم ملكم بالله طلعوا برا، شوف صارت هوسه عندنا برا، شنو السالفه؟ طلعوا لقوا الوادم ملتم بباب المضيف. هاولكم خير ان شاء الله. قال له لا نعال علينا. شلون؟ ياهو العال علينا. قال له لا ولد طار من السوق يتعدى وخيال وحكى على بنتك جناب الشيخ، افا وما كضيتوا. قال له لا ما طحنا بيه، احنا كنا ناس نشتغل بالسوق، وهو خيال طر السوق بمهرته، ومن سمع صيحه غارت بيه مهرته وما طحنا بيه. افا قال لهم تدورونه، هو ما بعد من السلف، تدورونه وتجيبونه الي، وانتي تفضلي روحوا يا خواتك. طشت العرب بالديره، وتعرفون السالفه ما تنضم، منا وهيك المواصيفه وهيك مهرته وين راح وهيك وقت ايه وهيك وقت طلع. بالنهايه طاحوا بيه عند بيت فلان. صحيح قال لهم ترحون تجيبونه وتجيبون. دقوا الباب عليه، طلع ابو البيت، سلام عليكم. السلام تفضلوا. قال له فلان عندك؟ قال لهم نعم ضيفي وعندي جاي، خير ان شاء الله. قال له هو ضيفك وقاعد عندك ما تدري شو مسوي له من طلابه؟ ويا خير ان شاء الله هذا من جاويد ما يسوي طلايب ما يسوي مشاكل. قال له هو انت ما تدري لابد ما سولف لك، شو مسوي يابا؟ قال له خلينا نشوف ندش علي ونو بسولف له. شو علي لقوه قاعد ويشرب شاي. قال له لا تغلط على بنت شيخنا وقاعد تشرب بشاينا وعلى فراشنا، اليوم كذا وكذا نسوي بيك. قال لهم عمي على كيفكم، المطلوب شنو؟ قال له المطلوب تمشوا ويانا للديوان للشيخ. قال لهم امشوا وياكم، ابن الشيخ ومعدل ابن اصول ويعرفها. قال لهم امشوا وياكم بس تانوني طلع عدل روحي. خذ سيفه وياه وخذ مهرته ومشى للديوان، ربط المهره بالباب خلى سيفه بحزامه وطب على الشيخ. سلام عليكم. قال له عليك السلام. انت ابن من؟ قال له عمي العرب عاداتها اللي يطب عليها ما يسألونه قبل انت ابن من، خل اقعد والنوب سولف وياي.